خلال هذه الندوة أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى رميد بأن الحوار ما زال متواصلا بشأن مسودتي مشروعي القانونين التنظيميين لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة. المشروعان لم يصادق بعد عليهما لا من طرف المجلس الوزاري أو المجلس الحكومي أو البرلمان، والحوار بشأنهما ظل مفتوحا مع الجمعيات المهنية بما فيها نادي قضاة المغرب. الجمعيات التي قدمت اقتراحاتها حضرت وناقشت معها مقترحاتها وقبلت كل المقترحات المعقولة. أما نادي القضاة فإنه في آخر لحظة اعتذر ولم يحضر لكي نناقش معه الوثيقة التي قدمها لنا، ومع ذلك أؤكد لكم أننا لم نهمل يعني ورقته، بل ناقشنا منها وأخذنا منها كل مفيد. تحسين أوضاع القضاة وإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال القاضي وتفعيل مضامين الدستور من بين مطالب نادي قضاة المغرب، والذي دعا إلى التظاهر ببذلة القضاة أمام الوزارة المعنية. لن نمنع أحد من التظاهر، لكننا نقول بأن التظاهر بالبدل ممنوع قانونا وغير ممكن السماح به. السيد الوزير استعرض مسار المسودتين حتى خارج المغرب، وذلك أمام أنظار اللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية ولجنة البندقية، واللتين لم تبديا أي ملاحظة بشأن ما جاء فيهما من استقلالية للسلطة القضائية. وزارة العدل تؤكد أيضا بأن إعداد المسودتين روعيت فيهما مرجعيات أساسية، أولها مقتضيات الدستور والتعليمات السامية في الخطب الملكية، إضافة إلى ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وأخيرا المعايير الدولية. بحلول سنة